وأنا بتفرج على عرايس المولد والأحصنة استوقفني كده سؤال، اللي هو اشمعنى العروسة؟ واشمعنى الحصان؟ أو الحصان اللي راكب عليه فارس؟ أو حتى فكرة الحلويات المرتبطة بالمناسبة نفسها مختلفة عن باقي الحلويات اللي بناكلها تقريبا طول السنة. فكرت شوية، هل يا ترى الموضوع ليه جذور مصرية قديمة ولا مجرد استحداث لعادة مثلا؟ المفاجأة إني لما دورت فعلا طلع الموضوع ثقافة متوارثة وليها جذور مصرية قديمة. تعال أحكي لك عن الموضوع بشكل تفصيلي شوية. المصريين من زمان عندهم عادة قديمة أوي، وهي إن أي مناسبة أو عيد أو احتفال لازم يبقى فيه أكلة مخصوصة ليه، ودي طبعا إحنا بنحطها تحت بند تراث الأكلات اللي مصر مشهورة بيه، والكلام ده من أيام أجدادنا في مصر القديمة. يعني تقدر تقول في مصر الاحتفال من غير أكل ما يتسماش احتفال. الفاطميين لما جم مصر في القرن الرابع الهجري كانوا زي ما احنا عارفين شيعة، والمصريين سنة، ففكروا يا ترى نقدر نعمل ايه نقرب بين الناس، فعملوا احتفالات دينية وحاولوا يتوددوا للمصريين بحبهم لآل البيت، وعملوا لهم الأضرحة اللي كلنا طبعا عارفينها وما زالت موجودة لحد النهاردة، بجانب طبعا احتفالهم ببعض الموالد. وكانت في موالد خاصة بيهم، ولكن كان أهمها المولد النبوي الشريف، واللي خلينا نأكد إنها كانت فكرة مستحدثة أو بدعة، يعني ما وصلتلناش مثلا كعادة دينية عن طريق الصحابة مثلا. وطبعا المولد كان بيبقى فيه أناشيد وابتهالات ومواكب احتفالات، واللي كانت بتتوزع فيها الحلويات على الأطفال والكبار، واللي تقريبا تعتبر هي نفس الحلويات مع استحداث بسيط مناسب لكل عصر ولكل زمن. ونقدر نقول إن من أشكال الحلويات دي شفنا العروسة السكر والحصان السكر. طب السؤال هنا، جابوا فكرة العروسة والحصان منين؟ هنا بقى هنرجع بالزمن لورا شويتين تلاتة. الأطفال في مصر القديمة كانوا بيلعبوا بالعرايس والأحصنة، والدليل إننا لقينا عرايس من الخشب والقطن والقماش وحتى من الجص والطين، ودي كانت بترجع لفترات بعيدة. وكمان لقينا حصان بعجل بيتسحب بفتلة كده بتجر العجل، واللي منها وصلت لنا ديناميكا الحركة زمان عند المصري القديم. خلينا نقول كمان إن المصريين القدماء كانت عندهم إزيز ربة الأمومة والخصوبة والحماية والجمال، واللي بنشوفها في مناظر كتير بيعلو راسها قرص الشمس اللي بيبقى بين قرنين، واللي من وجهة نظري أنا الشخصية إن ده تقريبا نفس الشكل اللي بنشوف بيه حاليا عروسة المولد بالدايرة اللي بتكون وراها زي الصورة اللي محطوطة هنا دي. فوارد جدا يكون أصل شكل العروسة بيرجع الإزيز في إشارة لرمزيتها مثلا، لأنها الآلهة الأم الحامية، وخصوصا لأن الأطفال هم اللي بيلعبوا بالعرايس. نروح بقى لفكرة الحصان لو جينا نأرخها هي كمان، فهنشوف إن الفارس على الحصان عند المصري القديم بيمثل الملك المنتصر، وحتى في العالم الآخر وهو بيقتل رمز الشر اللي كان بيتصور دايما على هيئة وعلى شكل فرس نهر. ودي أعتقد مناظر شفناها كتير على جدران المعابد. وكان حتى في حصان لعبة خشبي تم العثور عليه في إخميم كان بيرجع للعصر الروماني، ويمكن دوت من الأدلة اللي بتقول لنا إن كان فعلا في لعب أطفال على شكل أحصنة. ولو حد هيقول لي يا نرمين ده بيرجع للعصر الروماني أو إن أصله روماني، هرد عليه وأقول له ما تنساش إن الإغريق والرومان نفسهم اتأثروا بالحضارة المصرية القديمة اللي سبقتهم بآلاف السنين، فطبيعي ألعابهم هتبقى شبه ألعاب المصريين، وبالتالي أكيد كان في زيه في مصر القديمة. ويمكن الفكرة اتطورت كمان في الفترة القبطية، وشفنا صورة الحصان مرتبطة بالقديس ماري جرجس وهو بيقتل التنين رمز الشر، وهي تقريبا نفس الفكرة، إن الخير بينتصر على الشر وبتعكس كمان القوة، وكمان بيخلد لنا سمو فكرة الفروسية. وخلينا نقول إن بعد كده جم الفاطميين اللي كانوا أذكياء جدا، وأخدوا الفكرة وطوروها وربطوا الفارس على الحصان بالخليفة الفاطمي نفسه وهو ماشي في المواكب والفتوحات. وكمان العروسة اللي ظهر تجسيدها كنوع من الحث على الزواج أو نشر البهجة والسرور، ودمجوا ده في احتفال المولد، فطلعت العروسة والحصان زي ما نعرفهم النهاردة. عروسة المولد والحصان مش بس سكر أو لعب إحنا بنشتريهم في المولد، دول حكاية عمرها آلاف السنين، وتاريخ وتراث ماشي معانا من أيام أجدادنا المصريين القدماء، مرورا بإخواتنا المسيحيين، ومرت كمان على الفاطميين، وكل محطة أضافت ليهم معنى ورمز جديد من قوة وفرح وانتصار وحماية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو، أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.